مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة عليكم، أو صباح الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الورد عليكم حبايبي. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. معايا فرخة، طبعا فراخ بلدي، البلدي وكلي حبايبي. فرخة عتقية بلدي حلوة كده. وطبعا ايه الفرق، الحلة التانية لقيتها مش واخداها بعد ما حطيتها على النار شوية في الحلة، لقيتها ضيقة عليها، قمت نقلها هنا. فضلا يا حبايبي وليس امرا ادعموا الفيديو بلايك. نزلت بحته سمنه بلدي كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي اول مره يشوف يوميات ام محمد في الريف المصري فعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل في يوميات ام محمد في الريف المصري. ونزلت هنا بشويه توابل فراخ. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. حبهين فصين حبهان كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ايه ده يا ام محمد، عامله ايه؟ طبعا يلا الكسلانه تقوم تعمل، قلت اما اقشر بطاطسيتين واحطهم مع اللحم وبصلتين، بتبقى طعمها حلو بجد. طرقوا جربوا الطريقة بتاعت ام محمد دي النهاردة، طبعا طريقة مختلفة. طبعا قلت اما اقشر هتحط البطاطس السليمة كده يا ام محمد. اي حبايب، طبعا ده الفيديو ده متصور والله من يوم الجمعة ومانش طبعا في زهقانة وغام. يلا منه لله. اللي يزهق حد او اللي ينكر على عيله او مرات ابنه، يعني عاوزة اللي ياخد واحدة عامله مرات ابنك بما يرضي الله، عاملها بنتك. ما تعاملهاش المعاملة السيئة، عاوزة ان انت تعاملها ان هي بنتك. اللي ما ترضاش على بنتك ما ترضاش على بنات الناس. حسبها الله ونعم الوكيل، بس مش هقول اكتر من كده. بس فاللي ينكد على بنت الناس. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. نزلت بمعلقة صلصة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. والله يا حبايبي ما انا مركزة ومانش بصوا، لان هي بنتي بقالها 9 سنين في غام والله. وانا النفر بيقول، يعني كل ما اجي اقول لها يا بنتي بنقص العيشه دي تقول لي عيالي يما، عيالي يما، عيالي، عمري ما انا سايبه عيالي. وشاربه مرار المرار عشان خاطر عيالها، ومتحمله عشان خاطر عيالها. إهانة وضرب من حماتها ومن حماها، ومتحملة 9 سنين. مش جايلة اللي حسب الله ونعم الوكيل. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا معايا، معلش زي ما شفتوا كده. قولوا ايه رأيكم في التعليقات. البطاطس طابت هنشيلها، لان الفرخة فرخة يعني عدقية، بس مش عدقية قوي، يا دوبك هي انا كنت مربيها عم لسه اليومين دول يعني. بس قلت اما اعمل فرخة بلدية، لان النفر زهق من البط والحاجات التانية. فالبطاطس بتاعتنا طابت، طلعتها زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايبي. وهنا هخرط مروه في الطافية الفلاش يا مروه. وطلعت البصل اللي انا كنت سلقاه معاها برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ادعموا الفيديو بلايك حلو، كومنت حلو، ودعوة لاختكم ام محمد من قلبكم حبايبي. وهنا هنحمر البطاطس بتاعتنا. وكنت علقت على رز بشعرية في ريحي، ووضبنا الغدا بتاعنا. ورب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وحبايبي اللي اول مرة يشوف يوميات ام محمد في الريف المصري يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل من ام محمد. طبعا حمرنا البطاطس بتاعتنا كده حبايبي زي ما انتوا شفتوا كده. هطلعها، وحمرت البصلتين اللي انا حطاهم وهمت بردك. وهطلع البطاطس بتاعتنا حلوة كده ما شاء الله. حاجة اللوز كده عسل، طعمها عسل بصراحة ربنا. جربي البطاطس، اللي ما جربتش البطاطس في الشوربة وهي اللحمة تجرب. طريقة حلوة وبصراحة ربنا يعني وهي اللحمة كده طعمها جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الله يسامحك يا مروه يا بنت على عمايلك الكاميرا كده، دايره تهز ايديها لما عملت، مش عارفه بتعمل فينا كده ليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا الله. الا كده شايفين يا ولاد؟ والله ما انا عارفه بتعمل كده ليه مروه بنت. ونزلت هنا بالفرخه بتاعتي الجميله دي اهو. والغدا بتاعنا حبايبي كان غدانا يوم الجمعه. معلش يعني انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، لو تلاحظوا لو نزلت فيديوهات ولا فتحت لايفات، يعني زهق يا ربي، ما يعني ما يكتبها على حد اللي بنت فيه يا رب. وهنا الرز بشعرية الجميل بتاعنا، بصوا ما شاء الله. انا ما بحبش اكتر رز، بحب الرز خفيف كده، بحب الشعرية ياما وشوية رز خفاف، بيبقى طعمها حلو بصراحة ربنا. بألف هنا وشفا للي كال واللي شاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي يوصل لحد هنا يحط لايك لأم محمد، ودعوة حلوة من قلبكم في الكومنتات لأم محمد بصالح الحال لبنت هي مشت النهاردة، ربنا معاها ويبلغها السلامة هي وجوزها وولادها. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. هي صحيح يعني بهدلة عليها وتكوم عزالها ده بهدلة، بس يلا عند ربنا ان شاء الله ربنا يعوض عليها بإذن الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. زي ما انت شفتوا كده حبيبي، الغدا بتاع ام محمد النهارده بسيط وحاجة على قد الايد، مش مكلفة. شوية طبق شوربة حلو وشوية رز بشعرية حلوين، والفرخة الجميلة بتاعتنا ديت، وفضل ونعمة من عند ربنا، ونحمد ربنا وعسل جو من عند ربنا. اللي يلاقي كده يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على ما أعطيتنا. اللهم آمين. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومروه كسرت ليمون اخضر اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.